تمن فنانين ملهمش حظ مع عيلتهم. يسرا، علاقة يسرا بباباها ما كانتش ألطف حاجة، وده حصل من أول ما فتحت عينها على الدنيا. ده باباها انفصل عن والدتها من قبل ما تيجي للحياة أصلا، وده بسبب المشاكل الكبيرة اللي جمعتهم. يسرا ما كانتش بتحب باباها لدرجة إنه عشان يعاقبها أخد قرار بحضانتها وهي عمرها 14 سنة، وعاشت معاه 7 سنين، وصفتهم بأنهم أقسى 7 سنين في حياتها. اعترفت يسرا في أكتر من لقاء تلفزيوني إن باباها كان قاسي جدا عليها لدرجة إنه حرمها من دخول الجامعة الأمريكية وقطع شهادة نجاحها عشان يمنعها إنها تكمل تعليمها، وده حصل لأنه كان بينتقم من والدتها فيها. واعترفت يسرا في أكتر من لقاء إن باباها كان بيستغلها بعد ما ضيع كل أملاكه. هي قالت إنه كان بياخد فلوسها، وفي مرة ضربها بكوباية وتسبب ليها في تشوهات خلتها تلجأ لعمليات تجميل عشان تتخلص منها. عشان كده لما قرر باباها إنه يزورها وهي بتعمل العملية طردته، ومن يومها علاقتهم اتقطعت ببعض لدرجة إنها ما تأثرتش بخبر وفاته. بوسي، الخلافات اللي بين بوسي وباباها كانت مستخبية لحد ما ظهر والدها في لقاء تلفزيوني واتهمها بالجحود والعقوق لأنها سابته يعيش في الشارع وهو حتى مش لاقي العيش الحاف. بعد ما وصل ل77 سنة والعظمة كبرت ما بقاش قادر إنه يشتغل ويصرف على نفسه. بوسي قالت إنها ما تعرفش حاجة عن والدها من لحظة طلاقه لوالدتها، وبعد مدة من إعلان الخلافات دي إعلامياً أعلن والد بوسي عن انتهاء الخلاف بينه وبين بنته واللي تكفلت بكل مصاريف علاجه. الغريب إن بالرغم من إن اعتراف والد بوسي بالكلام ده إلا إنها ما حضرتش العزا بتاعه وعرفت بموته زيها زي الغريب. ياسمين صبري، أكدت ياسمين إن مفيش علاقة بتجمعها بوالدها من لحظة انفصاله عن مامتها من وهي عمرها 12 سنة، وده ما حصلش بسبب الانفصال ولكن بسبب اختياراته، لأن هي شايفة إن في حد بيقرر إنه يتحمل المسؤولية بعد الانفصال ويكمل الطريق، وفي حد بيختار نفسه. ومن الواضح كده إنها كانت بتلمح إن باباها اختار نفسه. ياسمين ما كانتش حابة تتكلم عن علاقتها المتوترة مع باباها، ولكن هو أجبرها إنها تطلع وتتكلم لما اتهمها بالتجاهل لأنها ما حضرتش حفل زفاف أخوها. والد ياسمين ما سكتش ورد على اتهامها ليه بعدم تحمله المسؤولية بصور من حفل خطوبة ياسمين الأول واللي تحمل كل تكاليفه. ده غير إنه قال إنها ما أخدتش رأيه لما راحت تتجوز أبو هشيمة وإنه مش معترف بالجوازة دي أصلا. ياسمين عبد العزيز، حصلت الخلافات بين ياسمين عبد العزيز وأخوها بعد انفصالها من رجل الأعمال محمد حلاوة وجوازها من النجم أحمد العوضي. أخو ياسمين ما كانش موافق على الجوازة دي وما سكتش واتهمها بإنها بجوازها ده بتضيع نفسها. ياسمين ما سكتتش وردت على أخوها برسالة قالت فيها: اتوكس انت اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس. بس المشاكل دي اتحلت كلها بعد ما ياسمين اتعرضت لمشكلة صحية كبيرة كانت شبه هتقضي على حياتها، ورجعت علاقتها طيبة بأخوها زي الأول بالظبط ويمكن أحسن. حسام حبيب، بسبب تسجيل تم تسريبه من خلال الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية لوالد حسام حبيب وهو بيتكلم فيه عن علاقة حسام بشيرين، حصلت أزمة كبيرة جدا بين حسام وباباه لدرجة إن حسام وصف والده بالمؤذي لأنه طلق والدته من 30 سنة وتسبب ليه في أذى نفسي كبير لدرجة إنه قرر يقطع علاقته بيه خالص واستشار رجال دين عشان يقطع أبوه ضميره مرتاح. أنغام، بدأ خلاف أنغام مع باباها الموسيقار محمد سليمان لما أصرت أنغام على الجواز من مهندس الصوت مجدي عارف، وده كان عكس رغبة باباها ولكنها أصرت على الجواز. تقول إيه؟ دماغ صعيدي بصحيح. ومن هنا بقى باباها قطعها وفضلت مقاطعة باباها لمدة 10 سنين لحد ما عمها اتصل بيها في يوم من الأيام عشان يقول لها إن باباها بيمر بأزمة صحية صعبة جدا لدرجة إنه حتى مش قادر يقوم من على السرير. في اللحظة دي أنغام نسيت كل حاجة وحست إن باباها في خطر، وأخدت ابنها والدكتور وراحت ليه عشان تطمن عليه، ومن بعدها اتحسنت علاقتهم جدا لدرجة إنها دعمته في انتخابات نقابة الموسيقيين سنة 2011. وهو رد ده ليها إنه أثناء حضوره حفل ختام فعاليات الدورة 20 لمهرجان الموسيقى العربية طلع على المسرح وأنغام بنته بتغني وحضنها قدام كل الناس. إلهام شاهين من أول ما حطت رجلها في طريق الفن وهي قررت تديله كل حياتها لدرجة إنها تحدد باباها
ودخلت معهد السينما. إلهام قالت إن باباها كان رافض دخولها مجال التمثيل قطعا، وإن الفنان الراحل كمال ياسين أقنعه بطلوع الروح إنها تشارك في أحد العروض المسرحية. ومن هنا بقى بدأت سلسلة من المشاكل الأسرية بين والدتها ووالدها. إلهام قالت قبل كل المشاكل دي بابا حضر أول عرض مسرحي ليا وكان فرحان قوي لأني كنت بقدم دور ملاك، عشان كده قبلت أول فيلم اتعرض عليا من غير ما أعرفه، لحد ما عرفت إن في بعض المشاهد اللي هتتصور في اسكندرية، عشان كده كان لازم أقوله. وللأسف لما عرف رفض، وقدام رفضه ده ماما أصرت إنها تيجي معايا اسكندرية. وبعد ما رجعنا من السفر لقينا بابا ساب لينا البيت من غير ما ينفصل عن والدتي. بابا رباني إن تكون عندي شخصية قوية وعندي إصرار وإرادة على أي حاجة أنا عايزاها، عشان كده أصريت على الفن. فقطع علاقته بيا وبماما، وبعد مدة التلج ساح بينا، وبدأ بابا يجي يشوفني أنا وماما بعد ما اتجوز وخلف، ولكنه برضه مات وهو مش راضي عني. سهير رمزي. سهير كانت بنت متدلعة من صغرها، واعترفت إنها كانت السبب في انفصال والدتها عن والدها، وده حصل لما دخلت على باباها ولقت معاه واحدة في مكتبه، ومن طريقة دخول سهير على باباها المكتب ضربها باباها بالقلم. فسهير اتضايقت جدا وقررت إنها ترجع حقها، فراحت لمامتها وقالت ليها إنها شافت باباها بيبوس واحدة في المكتب، رغم إن ده ما حصلش أصلا، والحقيقة إنها بس شافتهم قاعدين في قعدة كلها استلطاف. سهير قالت إن بالرغم من كذبتها إلا إنها ما اعتذرتش لباباها لأنه ضربها وما شافتهوش من بعدها، ولما توفى قرت ليه الفاتحة وقالت له أنا أسفة ليك بس أنت كنت قاسي. قسوة بابا سهير خلت قلبها زي الحجر من ناحيته، عشان كده لما عرفت إن باباها عيان ما قدرتش تروح تشوفه، لأنها طول عمرها ما تعودتش تعمل حاجة مش عاوزة تعملها من جواها.